حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده قلت بقى اشارككم كده بتجهيزات العزومه بتاعتي. طبعا عندي عزومه بكره، فقلت هجهز حاجات كده من النهارده علشان يبقى بكره سهل عليا، وبرده ما تزنقش في الوقت وابقى واخده راحتي. تمام. وخصوصا طبعا لو انتي ام وبيبي بقى ومعاكي بيبي واطفال وكده، فعشان الموضوع يبقى سهل عليكي. تمام. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك او سبسكرايب ولايك جميل كده وكومنت حلو منك. وكمان هشارككم بشويه افكار للوصفات، بصوا هتعتمدوها في اي عزومه. فاول حاجه عملتها ايه، انا طلعت 3 اطباق كده اللحمه. طبعا الطبق كيلو، بس ده ما كانش كيلو. وعامه الحمد لله يعني ايه كفوا وزاد وكل حاجه. وطلعت كيلو لحمه مفروم. طبعا انا هنا هبتدي اول حاجه ان انا هعصج اللحمه. وطبعا كنت فرمت بصل، فرمت برضو شويه بالزياده بحيث ان انا هستخدم برضو بصل في حاجه تانية. تمام. ودي كده كانت كمية البصل اللي انا هحطها للكيلو اللحمة المفرومة. تمام بالشكل ده. وطبعا هوطي عليها شوية علشان انا هسيبها. وهنا بقى هكمل خلطة تانية علشان انا هعمل مشوي. تمام. انا هنا برضو زودت بصل، وزودت 2 طماطم كده، وقرنين فلفل حراق. تمام. عايزة تحطي بارد حطي. وبعد كده حطيت ميه، لان طبعا المفروض ان البصله تكون ناعمه جدا، تكون مبشوره، بس انا مش هبشر. فعشان انجز برضو فانا هعملها في الكبه، وزودت ميه علشان تبقى ناعمه جدا. تمام. وطبعا كل ما بيكون فيها شويه من الميه بتاعت البصله، تمام، بتديها طعم. فانا كده هفرم البصله وبعد كده هخلص وهوريكم. هنا بقى كنت خلاص خلصت، فانا هحطهم في طبق علشان اعرف احط التوابل، وفي نفس الوقت يعني اخد مساحة اقلب براحتي. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، الكميه هنا كبيره، فانت لو هتعملي فرخه فرختين مش هتحتاجي الكميه دي كلها. انا طبعا هعمل كتير جدا، فاحنا كنا حوالي 12 فرد، فانت هتعملي اقل. تمام. يعني حطي حتى البصل اقل، انا هنا زودت. فاول حاجه هبتدي بيها بالبهارات بتاعتي هي بهارات الفراخ المشويات. طبعا الملح اساسي، انا بحب استخدم البهارات دي من باب الشام، بيبقى يعني شكلها ايه، بيبقى طعمها حلو. خلاص. فانا حطيت كميه حلوه علشان خاطر زي ما قلت لكم ان انا عامله كميه كبيره من الفراخ. تمام. بعد كده انا هحط كل البهارات بتاعتي وهقسمها، عشان طبعا لو انت عندك اطفال برضو مش بيحبوا الشطه او سبايسي، فحطيت لهم خلطه لوحدها وبعد كده زودت الشطه براحتي. تمام. هنا بقى حطيت ايه، زودت فلفل اسمر، وكمان حطيت بابريكا. تمام. وبعد كده بهارات فراخ تانية، دي بقى انا كنت جايباها من العطار، ريحتها حلوه جدا، فانا حبيت بصراحه ان انا احطها. هنا مرضتش ان انا احط شطه غير بعد ما اقلبهم كويس. تمام. يبقى انا حطيت ايه، الملح اساسي، فلفل اسمر، حطيت بهارات فراخ اللي هي من باب الشام، حطيت بهارات فراخ تانية. تمام. وطبعا بصل طماطم فلفل معمولين في الخلاط بشويه ميه. بعد كده بصوا هنا انا سبت شويه علشان اعمل فراخ بارده ما فيهاش شطه. هنا بقى زودت شطه لان احنا بنحب السبايسي. تمام. اديني بقى في السبايسي، فحطيت شطه كده علشان ببقى عامله حسابي يعني الاطفال الكبار كده. هنا كده خلاص الخلطه بتاعتي جاهزه. طبعا انا كنت غاسله الفراخ كويس جدا جدا وسايباها، يعني كنت نقعاها وسايباها. هنا رجعت تاني للبصل، قلت اشوف الدنيا ايه وصلت لحد فين. طبعا انا بصور لكم كده حاجات صغيره. بعد كده هنزل باللحمه. طبعا انا كنت سايباها تفك وكده، هي فكت على قد ما تقدر، بس حبيت ان انا ابتدي فيها. بصوا لو هنا هتلاحظوا ان في لحمه مفرومه مبيضه شويه عن التانية، ده سببها ايه، جايبها من عند نفس الجزار وكل حاجه، بس في واحده بتبقى الدهون فيها اعلى شويه، وواحده تانية اللحمه بتاعتها كتيره شويه. دي ممكن تستخدميها لحاجه ودي تستخدميها لحاجه. اللي فيها الدهون اكتر بتستخدم للحواوشي، اما التانية بستخدمها عادي في المكرونه البشاميل، الجلاش باللحمه كده. تمام. حبيت بس ان انا اعرفكم معلومه زي دي. المهم هنا بقى خلاص بعد ما يعني اللون اتغير بتاعه اللحمه وخلاص قربت تستوي، بنزل بالتوابل بتاعتي. ايه بقى،
برضو بحب اللحمه يبقى ما فيهاش طعم متغير، يعني ما افتكسش فيها بهارات كتيره. حطيت ملح وشطه فلفل اسمر وشويه كمون صغيرين. تمام. ما بحبش الكمون يكون طعمه ظاهر معايا في اي اكل، ما بحبهوش. فهنا انا حطيت حته صغيره خالص كمون، وحطيت فلفل اسمر طبعا كتير، وشويه شطه يعني، وملح. في ناس بتحب تحط بهارات لحمه، انا ما بحبش. في ان انا بعصج اللحمه المفرومه ما بحبش احط بهارات لحمه علشان هتغير طعمها. بالنسبه لي انا اتعودت على الطعم ده. تمام. حبيت بس ان انا اعرفكم. وهنا عماله اقلب كويس. طبعا بيكون في حته لحمه كده، بحاول ان انا افردها يعني عن بعض. تمام. اللحمه دي لحمه بلدي من عند الجزار. نيجي هنا بقى كده للفراخ. انا هنا جبت اجنحه وجبت وراك. طبعا انا وريتكم الورك كده انا مقطعاه ازاي، مقطعاه على 3 حتت. تمام. هنا جبت اجنحه كبيره، ما حبيتش ان انا اجيب فراخ علشان ما حدش بياكل صدر الفرخه، فطلبت وراك على طول مع اجنحه. تمام. الاجنحه الكبيره مش الصغيره. عايزه اقول لكم على حاجه، الاجنحه بيبقى طعمها حلو جدا، قريب من الدبوس بتاع الفرخه، وفي نفس الوقت بيستوي بسرعه ومش بيكون مدمم. الدبوس برضو عشان هنا الورك عندي كان كبير جدا بتاع الفرخة، انا قطعته على 3 حتت. الحتة اللي هي بتاعت الدبوس دي انا عملتها بالسكين، قطعتها كده علشان التتبيلة تخش من جوه وفي نفس الوقت تستوي، ما تبقاش من جوه مدممة لو انتوا بتشوا على الفحم. تمام. سواء برضو على الفرن، انا عملتها بالطريقة دي. هنا حطيت التتبيلة بقى كده وحطيتها في التلاجة، ده كده قبل العزومة بيوم. هنا بقى جبت الفراخ مع التتبيلة الباردة بقى للأطفال. تمام. انا عادي ابني بياكل سبايسي معانا، فدول كانوا بصراحة عملتهم لعيال اختي يعني وكده. تمام. حتى كانوا عيانين، الف سلامة عليهم، معرفوش ياكلوا حاجة عشان تعبانين وكده. هنا خلاص كده اللحمه بتاعتي خلصت واستوت وزي الفل، وانا قفلت عليها. يبقى انا كده عصقت اللحمه قبل العزومه بيوم. تمام. وتبلت الفراخ قبل العزومه بيوم، عشان برضو التتبيله كل ما تقعدي الفراخ في التتبيله بيبقى طعمها حلو جدا في الشوي. تمام. طيب انا كنت عايزه اعمل طبعا طبيخ، وانا ما عنديش الفراخ، انا هشويها، فانا ما عنديش كده ايه، ما عنديش شوربه. فانا كنت شايله ورك كده تمام من الفراخ اللي انا جبتها، وقلت هعملها شوربة، علشان الشوربة انا هستخدمها اعمل بيها حاجة تانية. تمام. هعمل بيها حاجتين هعرفكم برضو في الفيديو معايا. المهم انا هنا هعمل الشوربة بالطريقة بتاعتي اللي انا بحبها واللي ماما معودانا عليها. هجيب مثلا معلقة سمنة وتوم وهفضل اقلبهم لحد ما تتحمر، وبعد كده هنزل بالمية. ولما المية تغلي انا هحط، سواء بقى ان انا هعمل لحمة او فراخ، انا بعملها بالطريقة دي. في ناس بقى بتحط ايه مية الاول تغلي وبعد كده بقى تحط الفراخ وتحط طماطم تحط بصل وتحط التوابل وكده، لا، وتوم ني وكده، لا، انا بحب الطريقة دي. تمام. حتى فكرت ان انا اعملها بالطريقة التانية، وخليت بابا طبعا ياكل الفراخ من غير ما اقوله انا غيرت الطريقة، بس هو عارفها. تمام. فهي فعلا بتختلف. فانا كده خلصت الشوربة طبعا، هنا كده خلصت. حطيت طبعا التوابل بتاعتي ومرقة الماجي وزي الفل، خلاص خلصتها. فهنا بقى هاجي للطواجن اللحمة. انا هنا في حاجة عملتها عايزة برضو انبهكم عليها عشان تخلوا بالكم، انا هنا عملتها لأول مرة. اول حاجة انا قطعت البصل مربع، وحطيت ايه بقى، بحب احط الطاجن ده بهارات معينة، ما بحبش اكتر طعم اللحمة، بالنسبة لي انا بحبه كده. حطيت ملح وطبعا فلفل اسمر، يعني الطاجن ده بيحب الفلفل الاسمر. تمام. ولو انت بتحبي السبايسي هتحطي شطة. الفكرة بقى اللي انا عملتها هنا ايه، ان انا دايما لما بعمل الطاجن ده لما بعمله كده بقوم حطاه على طول في الفرن. لكن انا النهارده طبعا عشان قلت عشان اسهل عليا اليوم، فانا هجرب ان انا احطه في التلاجة. يعني انا كده تبلت البصل. تمام. وخلصت وحطيته في الطاجن، هوريكم برضو الطريقه ازاي بالظبط، بس هيشرب معاكي التوابل بتاعتك. فخلوا بالكم من الملح. هو انا الحمد لله في طاجن عملته بتوابل وطاجن عملته بتوابل، ففي واحد كان متاخر عن التاني فما شربش قوي من
من الملح. تمام، فانتوا خلوا بالكم لما تزودوا ملح هيبقى انتوا هتحطوه على طول في الفرن. لو هتعملوه مثلا قبل العزومه بيوم، فحاولوا ان انتوا تقللوا سواء من شطه سواء من فلفل اسمر او ملح علشان هو بيشرب التوابل. المهم انا هنا جبت الطاجن بتاعي، انا بحب الطريقه دي في الطاجن بيبقى ليها طعم تاني. حطيت بصل من تحت، اللي هو انا فرشت مثلا الطاجن، وبعد كده هحط اللحمه يعني احط بقى بقيه اللحمه بتاعتي مثلا في الطاجن. هحاول طبعا ان انا يعني ازنقهم شويه في بعض، لاني اللحمه الكميه بتاعتها يعني ما شاء الله عليها كانت كتيره، والطاجن صغير طبعا، عامله واحد تاني يعني عامله طاجن تاني. تمام، فدوت يا دوبك بياخد معايا كيلو الطاجن ده عشان ده صغير شويه. المهم هنا بقى بحط بقيه البصل بتاعي على الوش. خلاص بصوا، عايزاكم تجربوا الطاجن ده، مش هتحبوا تاكلوا اللحمه غير بيه. انا ما باكلش اي نوع لحمه غير بالطريقه دي. يعني انا لو اتحطت اللي هي اللحمه اللي هي بصلصه او بالتقليه او بكده مستحيل ان انا اكلها. خلاص انا دي بالنسبه لي وصفه اللحمه بتاعتي، ما باكلهاش غير كده. تمام، بقول لكم بقى سر من اسرار اللحمه بتاعتي يا جماعه، كل اللي بياكل من الطاجن ده بيحبه جدا. وبعد كده بحط طماطم مثلا من على الوش، اولا لحاجتين. اول حاجه علشان تديها طعم، لو انت ما حطيتيش طماطم هتلاقي طعم الطاجن مختلف، فلازم الطماطم تبقى كده من على الوش. تمام، هي هتدوب وكده كده انت مش هتاكليها يعني، بس بتغير طعمها. وهنا حطيت حوالي فنجان ميه لازم علشان تستوي معاكي. المهم ليه برضو بحط طماطم؟ علشان البصل عندي من فوق كده ما تتحرقش، فاللي هيتحرق معايا لو حاجه اتحرقت بتتحرق الطماطم، هي مش بتتحرق، هي بتدوب، انتوا هتشوفوها دلوقتي. وبغطيها بعد كده بالورق اللي هو السلوفان ده. تمام، فانت كده بتكوني عملتي ايه؟ بصل من تحت، حطيت اللحمه، بصل من فوق معاها طماطم من فوق. ده كده الطاجن التاني يا جماعه. تمام، انا وريتكم اول واحد وده التاني، فعشان بس ما ضيعش معاكم في الوقت خلصته. وبعد كده انا هحط برضو ورق اللي هو السلوفان ده. تمام، انا عامه على طول بعد ما بخلص بحطه في الفرن، بس كنت اول مره بقى ان انا اجربه احطه في التلاجة قبلها بيوم وما حصلوش اي حاجه وزي الفل. بس خلوا بالكم لو انتوا تحطوه في التلاجة قبليها بيوم قللوا الشطه والملح علشان هو بيشرب من التتبيله. تمام، طبعا في برضو حاجة عملتها ليلة التجهيزات وانا مصورتهاش، قطعت قلقاس في جزء حطيته في كيس في التلاجة علشان هعمله تاني يوم، وجزء تاني حطيته في الفريزر، قلت علشان اجرب طريقة تفريز القلقاس وهقول لكم رأيي فيه لما اطلعه، اقول لكم يعني هو فعلا نجح معايا ولا لا. المهم انا كده في اليوم التاني يوم العزومة، بصوا انا حطيت الطاجن في الفرن تاني يوم، وكده الطاجن بعد ما طلع بصوا شكله عامل ازاي، بجد فظيع والطعم حكاية، وكانت اللحمة دايبة جدا جدا. انا بحاول ان انا اوريكم، وطبعا عشان الستاند كان على ايدي اليمين فانا مكنتش عارفة يعني اشوف واوريكم في نفس الوقت، بس كان طعمه حكاية بصراحة. وهنا بحاول ان انا اوريكم الطاجن كله كده من تحت مفيش حاجة ملسوعة، عشان شوية المية اللي احنا حطيناهم زي ما قلت لكم، لو انتوا نسيتوا تحطوا مية الطاجن هيتلسع، خلوا بالكم. كمان بص عليه من فترة للتانية، لان ممكن اللحمة اللي انت جايباها تاخد سوا اكتر فالمية تنشف وكده، فتزودي شوية مية. هنا بقى كده خلاص كان القلقاس بقى عملته وجهز، وعملت الطشة بتاعته وحطيتها كمان. هنا كنت مجربة السلق متفرز، بس حسيت ان هو مش احسن حاجة، الطازة احلى، فانتي لسه هجرب القلقاس وهقول لكم. تمام، هنا بقى عملت ايه في اليوم، ما كنتش حاطه في دماغي ان انا بصراحه اعمل بسمتي، رز بسمتي بالخلطه، فجبت رز بسمتي. تمام، وجبت كبده متقطعه جاهزه، اللي هي كبده مجمده عادي، وجبت الجلاش برضو طازه، عشان ما ينفعش ان انا اعمله قبلها بيوم، لازم اعمله قبلها في اليوم اللي انا يعني هعمله فيه عشان ما ينشفش.
المهم خليني اقول لكم انا عملت ايه. جبت طبعا معلقه سمنه وقطعه من الزبده وساحوا مع بعض. بعد كده كنت غاسله الرز كويس جدا، وبعد كده حطيته اقلبه، وحطيت توابل الزعفران. ده مخصص اللي هو الرز البسمتي، ده بيستخدموه الشيفات في الافراح او المناسبات، فهو كان عندي. تمام. فهنا الشوربه انا زودتها ميه، تمام، عشان انا استخدمتها للقلقاس، فزودت ميه. وهحط برضو شويه توابل تانية علشان لما بزود الميه اكيد الملح قل بتاع كده، فانا كان لازم ان انا اظبط الشوربه قبل ما احطها على الرز. تمام. فانا زودت في شويه فلفل اسمر، وحطيت كمان ضفت مرقه ماجي. خلاص، عشان برضو تكونوا عارفين لو انتوا عندكم الشوربه اصلا كان يعني ما زودتهاش عادي ما تحطوش. المهم انا هقلبها كويس، ولازم الشوربه تكون بتغلي. طيب انا هعمل الرز بالخلطه وهضيف معاها زبيب. طبعا انا مش هنا بعمل بس الرز البسمتي، انا كمان بعمل الكبده، بس انا حابه اوريكم كده جزء جزء عشان ما توش مني. تمام. لكن انا عامه لما بكون في المطبخ بعمل كذا حاجه مع بعض. واغسل ورايا يعني الحوض كده، دايما ايدي في الحوض برضو. حاولي وانت بتطبخي او انت واقفه في المطبخ تطلعي ما تسيبيش حاجه في الحوض وراكي بجد. مش تكومي كل حاجه على بعضها، تحسي بقى فعلا بتعب العزومات. لكن لما ايدك عامه انت بتطبخي وتغسلي وراكي على طول معلقه طبق مش عارفه ايه، الموضوع هيكون معاكي احسن واسهل. تمام. هنا انا بزود الشوربه زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعد كده هوطي عليها على الاخر وهسيبها. اكون انا بقى في الوقت ده بعمل ايه؟ بعمل الكبده. تمام. الكبده انا غسلتها كويس، وحطيت معلقه سمنه، وحطيت شويه فلفل اسمر مع شويه ملح وشويه شطه صغيرين. تمام. دي كده الكبده، بس انا حبيت ان انا يعني ما ضيع لكمش الوقت في طاسه كده، وكان طعمها حلو جدا وما خدتش وقت خالص. طبعا الرز دلوقتي انا قافله، مش قافله عليه، انا موطيه. طبعا بتضيفي الكبده بعد ما يكون مثلا الرز اتشرب شويه من الشوربه. تمام. فبعد كده بنضيفه. هنا بقى انا كنت عملت ايه، مش عارفه انا صورتها لكم ولا لا. جبت الزبيب وحطيته في الميه. تمام. فانا مش عارفه انا صورت ولا لا، فهنشوف مع بعض. يعني انا بصراحه انا ضفت كل الاجزاء الفيديو اللي انا صورتها وما شفتش اي حاجه، انا بشوف معاكم دلوقتي. وكده بقى خلاص الكبده بتاعتي جاهزه وزي الفل. انا كده حطيت الزبيب. طبعا انا نقيته وغسلته الاول، وبعد كده حطيته في ميه يعني. تمام، عشان تكونوا عارفين. وضفته بعد الكبده، يعني بعد ما حطيت الكبده بعديها بشويه قمت حطيت بقى الزبيب. هنا بقى كده خلاص الشوربه زي ما انتم شايفين كده اتشربت. فانا بحاول ان انا كده ايه اوسع للكبده عشان احطها في النص واغطيها. تمام. وبعد كده هقفل عليها وشويه تاني هرجع اقوم مقلبه، وبعد كده اضيف الزبيب لان انا ما صورتش المقطع ده. المهم هنا جبت الصاجه وغسلتها كويس علشان ابتدي ان انا ايه احط الجلاش بتاعي. هنا جبت السمنه، برضو هختصر في القطعه دي لان انا كده طولت قوي في الفيديو. انا هدهن السمنه، وبعد كده هكل رقاق، يعني هحط ورقتين جلاش زي ما انتم شايفين كده. كل طبقتين بقوم حاطه دهنها بالسمنه. تمام. انا هحط حوالي لفه ونص، واللفه ونص الباقيه هبقى احطها بعد ما احط اللحمه المفرومه. تمام. انا هوقف بقى لحد كده، ولما اجي اضيف اللحمه هبقى اوريكم. هنا كده خلاص خلصت اللفه ونص، وبعد كده كنت سخنت اللحمه المفرومه علشان كانت اللحمه ماسكه في بعض كده ومتماسكه، ومكنتش اعرف ان انا اوزعها كويس لان ما ينفعش ان انا اطلعها من التلاجة واحطها، فاهمين؟ لازم ان انا كنت اسخنها. بحاول ان انا هنا كده اوزعها. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، نجاح الجلاش، طبعا انا بيحبوا ياكلوا الجلاش من ايدي، ان هو اولا ما يكونش ضخم، ثانيا ما يكونش تقيل ومليان سمنه ومليان. في ناس بتعمله بالشوربه، انا ما بعملهوش بالشوربه. تمام. فانا هنا كنت بحاول ان انا اللحمه كانت متماسكه، كنت بحاول ان انا اكسرها. تمام، او افككها من بعض يعني.
فهرجع اضيف الجلاش كل قطعتين، ورقتين يعني هضيفهم. سامعين بنتي؟ هروح اسكتها واجي. هي مش بتعيط بس هي كده يعني بتلعب يعني، فاهمين؟ بتزعق بقى وكده عشان هي محتاجه ايه، حد جنبيها. فانا دلوقتي جنبيها طبعا مش سامعين صوتها. فبس كده هبتدي بقى ان انا ارجع تاني كل طبقتين هدهن سمنه. بعد ما اخلص هرجع لكم تاني. هنا بقى كنت خلاص قطعت الجلاش، طبعا ده مش محتاجه افتكاسه. هجيب بقى حاجه كده عشان احط الخليط اللي انا هشرب بيه الجلاش. حطيت بيضتين وبعد كده حوالي 800 ملي لبن. تمام. في ناس بتاخد كوبايه او كوبايتين، بس عشان انا يعني الكميه بتاعتي كبيره فانا حطيت على قد الكميه. تمام. المهم هنا بضربهم كده مع بعض. حطيت شويه فلفل اسمر وعشان بس ريحه اللبن ما تبقاش زفره. وبعد كده يعني حطيتها في الصينيه كده، وكنت عماله اقلب في بالصاجه كده، اجيبها شمال يمين عشان كله يشرب الخليط ده. تمام. مش محتاج افتكاسه خالص زي ما انا قلت لكم، وسهل جدا وطعمه هيكون تحفه وخفيف ومفهوش كده تقله خالص. في ناس بتعمله بيبقى تقيل بينزل سمنه، خلي بالكم برضو ما تحطوش سمنه كتير وانتوا بتعصجوا اللحمه. تمام. طبعا ما صورتش معاكم وانا بعمل الطحينه وانا بعمل السلطه. هنا بقى انا كنت خلاص بغرف. تمام. فما عرفتش اصور تاني بقى عشان هما كانوا جعانين جدا، فكانوا هما بيطلعوا الاكل وانا كنت بغرف. فبصراحه اختي اللي خدت التليفون وبتصور دلوقتي اللي هي السفره. فانا كده كنت لسه بحط الاكل وهما بصوا خلاص قربوا يشبعوا. بصراحه جم بالليل الساعه 11 فكانوا جعانين. عشان هما كانوا هيبيتوا عندي. هيبيتوا يعني انا هاخد مثلا يوم واختي كان تاني يوم، فعلشان كده يعني جم بالليل. المهم بصوا انا حتى كنت لسه بحط الاكل اهو وهم يعني محدش مستني. فبجد كان يوم حلو والحمد لله. واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش لايك وكومنت حلو كده. قولولي برضو استفدتوا ايه من الفيديو، وايه برضو المعلومة اللي انتوا طلعتوا بيها من الفيديو. يا رب اكون فدت البنات اللي بتشوفني. ما تنسوش تعملوا فولو او اشتراك في القناة وسبسكرايب كده، فعلوا اشعار الجرس. وزي ما انتم سامعين بنتي هي كده بتلعب، متخيلين؟ ما بعرفش اصور معاكم بسبب كده، صوتها عالي. ربنا يخليها لي يا رب.